مفيش أجمل من إنك تستغلي الحاجات القديمة عندك وتعملي حاجة جديدة بنفسك جميلة جدا، وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص. علشان نغير ونجدد من ديكور أوضتنا أو تديها هدية لحد عزيز عليكي. علشان كده النهاردة هنعمل فكرة جميلة جدا، بس ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة. ويلا بينا نشوف فكرتنا. أنا كان عندي قطعة من الخشب، حتى أنا مش عارفة هي بتاعت إيه. فقررت إن أنا أعمل بيها فكرة جديدة، يعني هي كانت حاجة إحنا هنرميها، فقلت أعمل بيها حاجة مش مكلفة خالص. ابتديت إن أنا جبت الخيط ده مش مكلف برضو، هو خيط كروشيه. البكرة ب7 جنيه. مش مكلفة نهائي. وكان عندي الورد ده، فقررت ان انا بدأت إن أنا جبت الطارة بتاعتي وثبت أول قطعة من الخيط بالشمع. ممكن برضو نربط أول جزء علشان ما يفكش معانا. وبعد كده بدأت ان انا ادخل الخيط بحيث ان هو يدخل من بره لجوه من الخرم اللي جوه الطارة دي. بحيث ان هو هيكون جنب بعضه لحد لما نملي الجزء الاخضر كله. قسمت الطارة بالنص، هخلي نصها باللون الاخضر والنص التاني باللون الاحمر. ممكن ان انتي تعملي الطارة كلها نفس اللون زي ما تحبي. بس انا حسيت اللونين دول حلوين كده مع بعض. وبرضو يا ريت تقولولي في الكومنتات هما لايقين على بعض ولا لأ. وكان ممكن ازود ايه او جميل. بدأت ان انا اثبت جزء جزء بالشمع. وبدأت ان انا اعمله. وحقيقي متحمسة قوي ان انا اشوف النهاية بتاعتها هتكون عاملة ازاي. آمم، هي بصراحة أخدت معايا وقت شوية، قعدت فيها يوم كامل. بس طبعًا مش قاعدة عليها، إن أنا يعني باعملها ورا بعضه، يعني مثلًا عندي ساعة فاضية في اليوم بدأت إن أنا أعمل وهكذا. لأن الموضوع طبعًا أنت بتعمل حاجة إنجاز عايز تعمله، وفي نفس الوقت حاجة ممتعة مش حاجة إن أنت تمل منها. وده طبعًا بعد ما خلصت شكلها جميل جدًا، واللونين بصراحة عجبوني أوي. بدأت بقى إن أنا جبت الورد بتاعي. قُلت إن أنا عايزة أحط 3 وردات. بدأت إن أنا أحط الشمع بتاعي وأبدأ إن أنا ألزق، وأتأكد إن اللزق ملزوق كويس. وحسيت إن الورد ده هيبقى شكله جميل أوي عليها. وبما إن الورد بتاعي لونه أحمر، فأنا قررت إن أنا هابدأ إن أنا أزين الجزء الأخضر. علشان مش هينفع إن أنا أحط ورد أحمر على اللون الأحمر، مش هيبان أوي. بدأت إن أنا أجيب فروع من الشجر. كان عندي بوكيه ورد، فبدأت إن أنا أقصقص منه الأجزاء اللي أنا بس هستخدمها وهحتاجها في الطارة بتاعتي. بدأت إن أنا ألزق آم، فرع الشجر بلزق الشمع. وحقيقي الموضوع ممتع قوي، ان انت بتعمل حاجة بنفسك وبتزينها، بتختاري الالوان اللي انت عايزاها، بتعملي حاجة مبهجة ان انت تحطيها في اوضتك وتكون من عمل ايدك. وهتكون حاجة جميلة قوي لو اديتيها هدية لحد. وفي نفس الوقت احنا ما تكلفناش اي حاجة، يعني يدوب هو الخيط والورد. ولو عندك كمان في البيت الخيط والورد فيعتبر انتي مش هتتكلفي اي حاجة. وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني قريب ان احنا نعمل الطارة دي من ورق الكرتون، بحيث لو مفيش حاجة خشب نقدر ان احنا نعملها بمنتهى السهولة بورق الكرتون متوفر عندنا كلنا. بدأت ان انا عايزة اقطع الكرز ده.
أو الكريز. فأنا جبت الفرع بتاعي، طبعا بستخدم الكماشة علشان أقدر إن أنا أقطع فرع واحد من بوكيه الورد، لأن طبعا مش بيتقطع بالمقص، بيكون صعب قوي. طبعا لو ما عندكيش كماشة ممكن تستخدمي مقص، بس يكون مقص حامي شوية، لأن بيكون صعب شوية وانتي بتقطعي فرع الورد ده. يا اما بقى ممكن لو هتشتري ورد، ممكن تشتري ورد يكون من غير فروع. وهكذا. هبدأ ان انا اثبت الورد بتاعي في الطارة. انا جبت ورد، هو مش ورد، هو زي كريز نازل وليه فروع لونها اخضر. فهبدأ ان انا اثبت واحدة من تحت وواحدة من فوق، بحيث ان هي تدي شكل جميل مبهج. طبعا انتي تقدري ان انتي تعملي اي شكل انتي حباه. وبرضو قولولي في الكومنتات ايه رأيكم في الطارة. هبدأ ان انا اثبتها بالشمع. طبعا بحاول ان انا الاول اشوف الشكل قدامي هيكون مناسب او لأ قبل ما ألزق، بحيث ان انا ابقى بلزق وعارفة ان انا مش هفكه تاني. هبدأ ان انا ألزق فروع الشجر بتاعي والكرز بتاعي، وابدأ ان انا اخلصها. هي فكرة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة خالص. والهدف من الفيديو بتاعنا ان احنا نتشجع ان احنا نستغل اي حاجة عندنا في البيت قديمة ونعمل منها حاجة جديدة جدا. وممكن كمان اي حد يعمل مشروع بسيط من الحاجة اللي احنا عاملينها دي، وهيتتباع بسعر كويس قوي، ويكون مشروع كهدايا كديكورات هاند ميد. حاجة جميلة قوي ان انت تعمل حاجة ومش مكلفة، وكلنا نقدر ان احنا نعملها. طبعا انتي لو عايزة تجيبي خامات تانية افضل شوية تمام، بس الخامات دي بصراحة حبيتها قوي. حبيت ان هي حاجة بسيطة ومش هتكلفنا كتير. وده الشكل النهائي بعد ما خلصنا، وحقيقي مبسوطة بيها قوي، وان هي حاجة انجاز احنا عاملينه و... وهنستفيد بيه. وان شاء الله هنعمل فيديوهات تانية باستخدام خامات تانية. وقررت ان انا استخدم الورق بتاع التورتة، بحيث ان احنا نعمل بيه حاجة تانية. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ومستنية تعليقاتكم في الكومنتات. سلام.